تعالوا بقى اقول لكم ازاي بعمل البصل المخلل بطريقه سهله وما بياخدش وقت معايا، ولو جربتيه حقيقي هتدمنيه ويتحط جنب اي اكل. كملي معايا الفيديو ودوسي اعجاب. تعالوا بقى هنعمل مع بعض البصل بطريقه سهله جدا. هتجيبي الحاجه اللي انت هتخللي فيها. انا هنا كان عندي بطرمان، غسلته كويس جدا ونضفته وعقمته ونشفته كويس جدا من الميه. وبعد كده هنقطع البصل شرايح بالطريقه دي، سميكه او رفيعه مش فارقه، كده كده كله هيستوي. سميكه هتستوي، رفيعه هتستوي، بس حاولي ان انتي توحدي التقطيعه بتاعتك، يبقى يا اما كله سميك يا اما كله رفيع. هيبقى عندي من 5 مكونات، التخليل هيبقى من 5 مكونات، والمكون السادس المية المغلية. نبدأ بقى ندخل البصل كده في البطرمان، ويعني بلاش تكبسيه قوي، يعني تسيبيه كده مهوي حاجة بسيطة قوي. انتي هتشوفي البطرمان ده معمول ازاي. اللي انتوا شايفينها دي كده بصلاية واحدة، لان البطرمان ده صغير مش كبير. تقدري تقدميه جنب اي وجبة، لذيذ جدا وجميل جدا. جربيه وهتعشقيه والله. خلاص، المكونات بقى اللي عندي: معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه فلفل اسود، ومعلقه سماق. ويفضل ان الفلفل الاسود يكون حب. لو انا فكره ما عنديش فلفل اسود حب، فاستخدمت فلفل اسود مطحون وكان في منتهى الجمال ومنتهى الروعه. نبدا بقى نقلب المكونات دي كده كلها كويس ونحطها على البصل من فوق. المهم انها تتوزع كويس. وبعد كده ابدا ان انا احط اي نوع خل عندك استخدميه. انا كان عندي خل عادي جدا، اللي هو اللي بنستخدمه الطبيعي ده، وكان عندي خل تفاح، وقبل كده عملته بخل بلسمك. الوصفه دي انا استخدمت فيها خل التفاح. ممكن انت تستخدمي الخل الابيض اللي موجود في البيت عندك عادي جدا. لو عندك خل بلسمك هيبقى افضل وافضل، ولكن خل التفاح اداني نتيجة فوق الروعة. كان طعمه جميل جدا، مفيش حد داقه الا لما شكر لي فيه جدا. تقدري بقى تقدميه جنب شاورما، برجر، عيش سوري، بطاطس محمرة، اكل طبيخ من اللي احنا بناكله، جميل جدا. خل التفاح هنا حطيت منه حوالي 3 معالق او 4 معالق. وبعد كده هضيف مية مغلية. اكمل بقى باقي الفراغ اللي في البطرمان بمية مغلية، واقفله كويس جدا. بصوا انا هنا عملت ايه اهو. المية كانت على الاخر، البصل مش مكبوس قوي، واخد راحته. نقفل بقى كويس جدا، وهنسيبه لمدة 4 ساعات، 4 ساعات بالظبط. بس كل ساعة ابدأ اقلبه كده مرة على وشه، وبعد كده الساعة اللي بعدها اقلبه تاني اعدله، الساعة اللي بعدها اقلبه على الغطا تاني، وهكذا لحد ما يتخلل. هسيبه 4 ساعات. انا هنا كنت مقدماه مع شاورما على الفحم. هنزل لكم الفيديو بتاعها قريب. حاجة كده روعة، وفيها تريكات كتير جدا للشاورما. هضطر بقى اقول لكم على الاسرار بتاعتي. لو انتي بتتابعيني على اليوتيوب ياريت تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس، وياريت تجيلي على التيك توك والانستجرام والفيسبوك وتكتبي شيف ايناس عبد الله بالعربي او بالانجلش، هيظهر لك الصفحة بتاعتي على طول. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك ياريت تعملي لي بقى اعجاب ومشاركة وكومنت تدعميني بيه، وانتظروا مني الفيديو بتاع الشاورما هيعجبكم جدا.